بما اننا في اواخر شهر اكتوبر اللي هو شهر التوعية ضد سرطان الثدي عند السيدات او بينك اكتوبر زي ما بيسموه، انا بالصدفة لابسة بينك على فكرة. الشغل النهارده كان عامل لنا اويرنس سيشن مع مستشفى بهية علشان يعملوا لنا زي توعية عن مرض السرطان الثدي عند السيدات. اتكلمت الاول البي ار عن الانشطه اللي بتعملها مستشفى بهيه واللي اتسمت مستشفى بهيه، وايه نوعيه الانشطه اللي بيعملوها غير العلاج، ازاي بيساعدوا محاربات سرطان الثدي على ان هم يكملوا حياتهم ويستمروا، وازاي بيساعدوا عائلاتهم على استيعاب حاله الست لما بتمرض المرض ده. وكان في دكتوره بتتكلم علينا على المرض وعلى اسلوب الكشف المبكر وعلى اسلوب الكشف الذاتي وعلى. وبعدين ابتدت تتكلم على الفئات الاكثر عرضه للاصابه بمرض سرطان الثدي. فانا بقى قعدت كده وركزت كده مع شكرا خش علينا كده. قلت لك نمره واحد، المرحله العمريه ما بين 40 و50. انا عايزه اقول لها ما تصلي على النبي في سرك كده، ما تحسسنيش انك جايه لي. قلت لك نمره اتنين، اللي عندهم تاريخ وراثي او مرضي في العيله. واقارب درجه اولى. لا، تعرفي عيلتي، تعرفي خالاتي، الله يرحمه يا رب. بعدين قالت نمرة ثلاثة ونمرة أربعة ايه يا ست الكل، أنا خدت الدرجة النهائية في ايه يا حياتي في ايه؟ طب يا ست الكل المفروض نعمل ايه؟ لا انتوا المفروض بقى حبايب قلبي كده زي الشاطرين تيجوا كده تنورونا ان شاء الله ان شاء الله كده وتعملوا كشف مبكر بأشعة الماموجرام. فأنا دلوقتي محتارة أسمع كلام الدكتورة اللي شددت علينا كلنا إن احنا لازم نعمل كشف مبكر، ولا أسمع كلام أمي؟ يعني عشان أنا أمي ماشية بنظرية كده أنا بحبها عن نفسي، سيبي الصندوق مقفول. سيبي الصندوق، ما تلعبيش في الصندوق، خلي الصندوق مقفول باللي جواه. احنا دلوقتي محتارين ما بين ثقافتين، ثقافه طبيه وعلميه بحته بتقول ان لازم في المرحله العمريه بتاعتنا دي نروح نعمل كشف مبكر، ومرحله ماما بقى نظريه ماما، طبق نظريه ماما. بس الاكيد ان انا هتبرع للمستشفى بهيه، والاكيد ان انا اتمنى ان كل ست فينا تقرا كويس قوي عن موضوع سرطان الثدي وتعمل الكشف الذاتي وتقرا عنه. ومستشفى بهية موفرة على الموقع الإلكتروني بتاعها فيديوهات لكيفية الكشف الذاتي، وبتحددي الوقت انت في الشهر اللي تعمليه وازاي تتعاملي مع الموقف ده. وعندهم كشف مبكر طبعا. وربنا يديم عليكم الصحة يا رب يا رب دايما، ويبعد عنكم كل شر انتوا وكل حبايبكم. وانا سيبوني في المعضله الاخلاقيه اللي انا فيها دلوقتي، انا هقعد مع نفسي كده افكر شوف هعمل ايه. مساءكم ورد.